ننتقل الآن إلى الحلقة الخامسة، نسمع ما قال كمال حيدري في الدقيقة 19 من الحلقة الخامسة. إذن عندما يقول موضوع في آخره يقول هو بيقول هذا الحديث غير صحيح. قلت ومما يدل على كذب هذا الحديث حديث أنه المهدي من ولد العباس عمي. قلت ومما يدل على كذب هذا الحديث أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب نص الكتاب، وإلا لا تصلوا علي الصلاة البتراء أو المبتورة صلى الله عليه وآله. ما هو الحديث عن رسول الله؟ المهدي من عترتي من ولد فاطمة. أحسنت. أقول إخواني الكرام، أين وجد كمال حيدري حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثر في أي كتاب من الكتب التسعة، لا في موطأ الإمام مالك ولا في مسند الإمام أحمد ولا في صحيح بخاري ولا في صحيح مسلم ولا في السنن. فكيف يتجرأ كمال الحيدري على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشاهدين بهذه الوقاحة؟ أين وجد حديث لا تصلوا علي الصلاة البتراء؟ هذا الحديث غير موجود في كتب السنة والجماعة، في الكتب التسعة غير موجود.